اكتر حاجة كنت بكسل اعملها هي المسقعة، علشان بتشرب زيت كتير، خصوصا البتنجان كان بيشرب الزيت كله. وطبعا غير الطرطشة بقى بتاعت الزيوت في البوتاجاز كله وفي الإشاني، يعني بنفضل ننضف بعديها قد كده. والله مهما عملتم برضه هيشربوا زيت، مفيش أي فايدة أبدا. ساعات كنت بعملها في الفرن، بتنجز معايا وكل حاجة، بس مش قوي برضو، ما كنتش راضية 100%. اما في الاير فراير راضية بنسبة 100%، بتنجز معايا جدا، والنتيجة مبهرة جدا، احسن من الفرن 100 مرة. الناس بقى اللي عندها الاير فراير وبتقول عليه هو زي قلته، اتفرجي على الفيديو وان شاء الله تستفادي منه كتير قوي. اما الناس اللي ما عندهاش ممكن تعملي الطريقة دي بالظبط بس في الفرن عادي خالص. اول حاجة ابتديت بيها هي البطاطس، وقطعتها بالشكل الموضح ليكم، وعليها معلقة زيت كبيرة، وقلبتها بالشكل ده بالظبط عشان الزيت يروح يعني يتغلغل كله في البطاطس بتاعتنا. وعلى الاير فراير على طول، وظبط درجة الحرارة على 200 والوقت 25 دقيقة. مش شرط تقعد 25 دقيقة، ممكن تقعد أقل من كده، بس المهم انك كل 4 دقايق كده تفتحي عليها وتقلبي وترجعيها تاني عشان كلها تستوي مع بعض. والبتنجان هكذا قطعته بنفس الطريقة برضو، بس طبعا الوقت أقل. درجة الحرارة برضو خليتها 200، خليتها على 15 دقيقة بس، هو ما قعدش كده، قعد أقل من كده. هنبتدي بقى نعمل التسبيكة الأصلية المميزة جدا. هنحط الأول بصل، أنا بعمله في الكبة بفرمه، تقدري تقطعيه براحتك زي ما تحبي. ولو البصل الجديد عشان ما يشربش الزيت اللي هتحطيه، فانتي هتحطي الأول البصل وتقلبيه كده بشوية ملح، وأول ما ينزل ميته وخلاص مفيش مية هتبتدي تحطي الزيت بتاعك. واول ما البصلة تصفر معانا هننزل بحوالي كده فصين 3 من التوم مفرومين، وهنقلبهم بالشكل ده، ناخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. وهننزل بفنجان من الخل، فنجان صغير مش كبير، وشوية من الكمون حوالي نص معلقة صغيرة. وبعدين نزلنا بالصلصة بتاعتنا بالشكل ده، ونظبط بقى الملح بتاعنا ونسيبها بقى تتسبك. هنا البتنجان اتعمل بالشكل ده. ما تنسوش ان البتنجان كمان قلبته قبل ما ادخله في الاير فراير بزيت زي البطاطس بالظبط. كمان الفلفل قطعته بنفس الشكل، وبرضو قلبته بزيت وحطيته على الاير فراير. بعد ما الصلصة اتسبكت معانا بننزل اول حاجة كده بالبطاطس، يا دوب كده تاخد غلوتين عشان تشرب من الصلصة بتاعتنا. وبعدين الفلفل. بمجرد ما هننزل بالبتنجان بتاعنا بقى تقليبة كده وهنطفي على طول. طبعا لو حابة الصلصة اكتر من كده ده اختيارك انتي وذوقك انتي. انا عن نفسي ما بحبش الصلصة تكون كتيرة في المسقعة. كمان عملت الفلفل الحامي بس ما حطيتهاش معاه، عشان مثلا لو في اولاد صغيرة مش بيحبوا الحامي فده خليته لوحده. انتوا ممكن لو كلكم بتاكلوا فلفل حامي تحطوا طبعا مع المسقعة كلها. انتي لو بتحبي الصلصة بتاعتها زي ما انا عاملاها كده اوكي تمام. ومثلا في حد تاني بيحب الصلصة ازيد، ممكن ان انتي تحطي في طبق كده زي ما انا عاملة صلصة برضو، طبعا هي نفس التسبيكة، وتحطي المسقعة تزودي تقللي زي ما تحبي. ولو هوصفها لكم هقول لكم ان هي نفس المسقعة اللي كنا بناكلها من اجدادنا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.